المصريين القدماء اهتموا اهتمام كبير جدا بالأسماك، وكانت كمان من الرموز المقدسة في العبادة المصرية القديمة، واتبنت ليها معابد كتيرة قوي، واترسمت على جدران المعابد بأنواعها المختلفة، زي مثلا سمك البلطي والبياض والبوري، لأنهم كانوا بيعتبروا إن الأسماك رمز للبعث وإعادة للحياة. إلا سمكة واحدة بس كانت مكروهة جدا عند المصريين القدماء. لو عايزين تعرفوا إيه هي السمكة دي وليه المصريين القدماء كانوا بيكرهوها، خليكم معايا لنهاية الفيديو ويلا بينا نبتدي. سمكة القرموط السمكة الوحيدة اللي أكلت من جسم أوزوريس، عشان كده السمكة دي كانت مكروهة جدا عند المصريين القدماء. بتقول الأسطورة المصرية القديمة إن ست لما قتل أوزوريس ورماه في النيل، كل الأسماك اللي في النيل ما قربتش منه خالص إلا سمكة واحدة بس، وهي سمكة القرموط، واللي أكلت العضو الذكري لأوزوريس. عشان كده المصريين القدماء سموها السمكة الشيطانية. والغريب بقى إن السمكة دي بتقدر تعيش بره المية لساعات كتيرة، وكأنها أخدت قوة خارقة لما أكلت جزء من جسم أوزوريس، فبقى ليها صفات غير السمك التاني اللي عايش في النيل، فهي بتقدر تعيش في المياه الراكدة. ومن صفات السمكة دي كمان إن الفلاحين بيلاقوها كتير وقت غمر أراضيهم بالمية وقت زراعة الأرز، وكمان بتعيش في المجاري والمية الملوثة اللي مش نظيفة. عشان كده الأسطورة كانت بتلعن السمكة دي ومكروهة عند المصريين القدماء. والأغرب بقى إن مازال أغلب المصريين الحاليين بيكرهوا السمكة دي وبيرفضوا أكلها. وبس كده، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد.